قبل ما تتسرب هالوثيقة هذه زادت تسربت معلومات عن أنه في فترة ما جمعتك برشا، هذه الموضة خارجة لميت هذه، جمعتك برشا مكالمات بالسيد كمال طيف معناتها مما وهذا المدخل الاخر نتاع التهجمات موجود. هما اولا يعني هل صارت اتصالات يعني اولا فما اذا مراقبه التليفونات في تونس، يعني احنا انا كان في بالي اللي تنحات وقت من عليه، دونك فما مراقبه. لا باذن قضائي هذه معناتها القانون لا ادري. الله ورسوله اعلم اذن قضائي ولا نحب نعرف. من المفروض اثنين، اذا كان فما حاجه كيما هكا، من انا ماذا بيا يعملوا لي السرد نتاع كل المكالمات الهاتفيه مع الشخصيات السياسيه التونسيه واللي فيها حتى الان الموقع المسؤوليه اعلى الهرم الى مع رجال اعمال اخرين، مع صحفيين، مع رجال سياسيين من الداخل والخارج، تكلم معهم بالتليفون، وحتى مع حياتي الشخصيه مع مرتي واولادي. هذا بيه يقولوا لي قداش من تليفون زاد فهمني عملت في المساله هذه. يا من المفارقه فريمون من المفارقه انه الناس اللي زورت الانتخابات وقت بن علي، اللي اجرموا في حق الشعب التونسي، واكبر جريمه صارت في الفتره السابقه هو الاغتيال اللي صار للدستور التونسي في عام 2002. ونذكرها عمدا عام 2002، ما قاعدش نحكي على 87، نحكي على 2002. الناس هذوما اللي نعرفوه موجودين في الشوارع، ومنهم حتى من يسمح لنفسه باش يعلق على الثوره التونسيه اليوم وعلى واحد. هذا من ناحيه. والناس اللي نجحت في اول انتخابات شفافه ونزيهه وناقصه بطبيعه الحال، باش نرضي الناس اللي يقولوا فما نواقص، فهمني؟ هذوما يقع استهدافهم بالشكل القذر اللي موجود علينا. ايش معناه؟ ما معنى؟ ونحب نمشي اكثر من هذا، وبارك الله فيك. وقت اللي ثم ناس خذت مخاطر في البلاد هذه قبل ما قيل في حكايه هروب المخلوع، تذكروش يا عباد نص كان عمل كتب التاريخ في تونس اسمه لي سيت فامي كي بي لا تونيزي، العائلات السبعه التي تنهب تونس، نشر في 97. أول مرة نص يخرج على الفساد تاع عائلة بن علي والعائلات الطرابلسية. شكون عاملوا النص هذاك؟ عاملوا المرحوم هشام قريبة الله يرحمه، عملوه ناس كما حمادي رديسي وحمادي بن سعيد، وعملوه ناس كما كمال طيف، كما كمال طيف ورجال أعمال آخرين عملوا النص هذاك. انا ما نعرفش كمال الطيف في الفتره ديك، ما عرفتوش بعد، تعرفت عليه كم بعد الواحد، لكن انا نقول هذا للتاريخ، للتاريخ. وقت اللي نص هذا يخرج، وقت اللي كان واحد الرقبه نتاعو تتدحى، وينهم الناس الخانعين في البيوت؟ فيهم الناس اللي في الحبوسات الله غالب عليهم ودافعنا عليهم. وينهم الناس اللي كانوا في الخارج؟ وينهم الناس اللي يتكلموا على الفساد المالي والهلاك المالي نتاع البلاد هذية من العائلات المخلوع وغير المخلوع؟ فينهم الناس هذوما اليوم يعطونا دروس في المكالمات الهاتفية مع مين ومع من، ويوحوا بأن هنالك أجندات معينة واتجاهات وتأثيرات معينة